خبز الطيبات في الخلاط من غير دقيق الحبة الكاملة وكمان من غير فرن، هتحضروه في دقايق وطعمه حلو قوي قوي. هنحتاج في الوصفة بتاعتنا كوباية رز، هنغطيها بالمية ونسيبها على الأقل ساعتين. أنا سبتها ساعتين ونص، طبعا بيتكسر معاكم بكل سهولة بالشكل ده. هنصفيه من المية دي تماما ونغسله كويس جدا. وبعد ما خلاص عدى عليه ساعتين ونص، في المرحلة دي هبدأ أحضر معايا حبتين من البطاطس حجمهم متوسط، هقطعهم معايا حلقات بالشكل ده وبرضه اغطيهم بالميه وارفعهم معايا على النار بحيث يستووا معايا تماما. هناخد الرز بعد ما نقعناه هنحطه معانا في الخلاط، وبعد كده هنضيف عليه البطاطس بعد ما استوت معانا وصفيتها من ميتها، وهضيف عليهم نص معلقه من السكر، نص معلقه من الملح، معلقتين من زيت الزيتون، وهنضيف عليهم كوبايه من الميه الدافيه. وهنبدا بقى نضربه في الخلاط بحيث الخليط ده ينعم معانا تماما. حتى لو ما نعمش معاكي او الرز حسيتيها كده متكسره، هنصفيها معانا، لازم نعديه على مصفى عشان يبقى صافي معانا ويطلع معانا قوامه ناعم. فانا هبدا اعديه على مصفى بالشكل ده واصفيه، وبعد كده هبدا اسويه. بالنسبة للتسوية فهي مهمة جدا ولازم تسمعوا الكلام اللي هقوله ده. قبل ما تسووه، أولا الطاسة بديها مسحة بزيت الزيتون، وببدأ أحط كده جزء من الخليط زي ما انتم شايفين كده يغطي معايا الطاسة. مرحلة مهمة قوي قوي، لازم لما نحط الخليط الطاسة تكون باردة. ليه بقى؟ هنشوف الرغيف التاني معانا الطاسة بتاعتنا كانت سخنت قوي، فلما حطيته عايزة اقول لكم حرف العيش بقى ناشف. طبعا هو عادي جدا لما يبقى ناشف تاكليه بيه جبنه بيبقى حلو قوي قوي. انا هنا بعرفكم خطوات التسويه عشان يطلع معاكي مظبوط، لان انا طبعا اول مره اعمله، وطبعا عملته على طاسه بارده عشان يطلع معايا قوامه مظبوط، لكن في المره التانيه كان لازم استنى الطاسه تهدى معايا شويه. لكن مجرد ما بنصبه بنبدا نعلي النار عادي جدا عشان ياخد معانا لون ويستوي، مفيش اي مشكله خالص. اول ما بياخد معاكي لون كده من الجنبين كده خلاص هو استوى معاكي تمام، بتبداي تطلعيه على فوطه بالشكل ده. خطير يا جماعه وطعمه حلو قوي قوي. نبدا بقى نسوي الرغيف التاني معانا، وزي ما قلت لكم الطاسه هنا كانت في المرحله دي سخنه جدا. هتلاحظوا كده انه بدا يعمل فراغات زي ما انتم شايفين كده، الخليط تحسيه كده قدامك كانه بيغلي. طبعا انا هديت النار واستنيته لما بدأ كده يتماسك تمام، وخد معايا اللون واستوى معايا تمام. لكن الطرف بتاعه كان ناشف شويه. يعني هوريكم شكل العيش دلوقتي، جزء منه طري والحته الصغيره اللي على الطرف دي كانت ناشفه شويه محمصه. وهقول لكم طعمها عامل ازاي. طبعا ده تقدري تعملوا منه بيتزا، يعني ممكن تعمليه كده تحطي على وشه مثلا جبنه موتزاريلا، جبنه رومي وسيحها في الميكرويف، تشوحي كده لحمه مفرومه بمعلقه زبده او بمعلقه سمنه بلدي، ويا دوب تدي لها الملح بس، وعليها كده جبنه موتزاريلا، وهتكون خطيره كانك عملتي بيتزا. ده بقى كده الرغيف التاني، جزء منه طري والطرف زي ما قلت لكم محمص شويه، وهبدا اكله دلوقتي معاكم. طعمه حلو قوي. عايزه اقول لكم وانتي بتاكليه، عارفين لما تكون بنعمل رز يتبقى كده شويه معاكي ايه في ارضيه الحله ويتحمصوا معاكي، هو ده الطعم بتاعه. يعني طعمه حلو جدا، مش حاجه بقى صعبه ولا طعمها مر، بالعكس ده تاكلي بيه عسل، تاكلي بيه مربى، قشطه، جبنه، خطير. لازم تجربوه وشيروا الفيديو ده عشان الكل يستفيد، واشوفكم على خير في وصفه جديده.